رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. سحور يعني لازم فول وزبادي. يلا نشوف الطريقة عملناها ازاي مع بعض. جبت الفول وغسلته كويس ونقعته. بعد ما غسلته شطفته مرة واتنين وتلاتة من التراب، وبعد كده رحت نقعته في كمية مية حوالي اقل حاجة 6 ساعات. يعني لو عملتيه دلوقتي هتتسحر ان شاء الله بيه النهاردة بإذن الله. بعد ما غليت مية حطيت المية طبعا اتنقع، حطيت مية تغلي في الحلة الضغط، عايزة في حلة عادية عايزة في الدماسة، وحطيت معاها كمية المية. بعد ما غليت حطيت نص كوباية رز على 3 كيلو، على 3 كيلو اللي هي 3 كيلو فول، وعصرت عليهم نص ليمونة، وحطيت معلقة كركم، معلقة صلصة من غير لا عدس ولا الفول المدشوش، وكمان زفت معلقة صغيرة خل بتفتح اللون وبتخليه زي الكهرمان. هنغطيه، واول ما يغلي هديت النار عليه لمدة ساعة كده لغاية ما استوى وبقي زي الزبدة زي ما احنا شايفين، ولونه جميل زي الفل. هنعمل الزبادي. جبت كيلو لبن من اللبن هنعمله بالخميرة الطبيعية بتاعت اللبن. دفيت الطواجن بتاعته، دفيت الفرن وحطيت فيه الطواجن حوالي نص ساعة لغاية ما دفيت كده على طول، وطفيت عليها خليتها تبقى دافية مش سخنة، تبقى دافية. وحطيت فيها اللبن زي ما احنا شايفين، اللبن بيبقى دسم وبيعمل قشطة على الوش زي ما احنا شايفينها كده. كمان الزبادي لو عملتيه دلوقتي برضه هتتسحري بيه. القشطة دي طبعا لو جمعتيها وقت كل مرة هنعمل بيها كمان السمنة. هنوريكي طريقتها بطريقة سهلة جدا، ويبقى احنا عملنا الزبادي بالخميرة الطبيعية وكمان السمنة البلدي، وفرنا كتير. كمان هنعمل الدقة بتاعت الفول وبرضو الطحينة اللي هنحطها طول شهر رمضان وتكفينا طول شهر رمضان. جبت طاسة وسخنتها وحطيت فيها، حط فيها 3 معالق ملح. حطيت 3 معالق ملح، وهحط كمان الكمون المطحون. لو انت عندك الكمون مش مطحون حطيه، وبرضو هنسخنه تدفيه، بنطلع الزيوت بتاعته بتبقى حلوة. بعد ما يبرد بتطحني الكمية، لكن انا اللي عندي كله مطحون فانا دفيته برضو عشان اخد التحميصة بتاعة التوابل. وهحط عليها معلقة كزبرة. ولو حابة تحطي الحار اللي هي الشطة عليها هتحطيها بعد ما ننزلها من على النار، وكمان ممكن تفصليها، نحط كمية من غير شطة وكمية بالشطة. هتحطي دي في برطمان ودي في برطمان ويكفينا الشهر كله. الطريقة دي تريحي نفسك بدل من برطمان لبرطمان. وهنعمل منها كمان الدقة بتاعت الفول اللي هنحطها عليها زي بتاعت العربيات اللي برا، هتبقى طعمها جميل جدا. انا حطيت على الكمية معلقة الشطة، وهنحط كمان منها حطيت 3 معالق منها كده من الدقة دي، وحطيت كمان الرابعة. وهحط عليها نص كوباية ليمون. حطيت نص كوباية ليمون و3 4 معالق من الدقة اللي احنا عملناها، وكمان معلقة توم صغيرة ومعلقتين خل صغيرين. انا حطيت كده بالمعلقة الكبيرة، بس هي نص معلقة تبقى المعلقة الصغيرة، وكوباية ونص زيت، وهنقلب كله ده مع بعضه. وحطيت معلقة كمان بابريكا. هنخلط كل الخليط ده. طبعا لو عايزة تضعفي المقدار ضعفيه براحتك، وهتحطيه في ازازة، هتحطيه في برطمان وتشيليه في التلاجة، في باب التلاجة كل يوم. بدل ما تحتاري هتحطي من الدقة على الفول وانتي بتسخنيها، وكده يبقى وفرنا وقت ووفرنا مجهود وحاجتنا جاهزة. هحطه انا في القارورة دي. وهنعمل كمان الطحينة هنشوفها مع بعض. طبعا القارورة دي او الازازة هحطيها ببرطمان لازم يكون نضيف وغسلان مية سخنة ومعقماها ومصفياها من المية عشان تقعد معاكي.
الطريقة دي. طبعا انا عملت الكمية دي اللي تكفيني، انت عايزة تضاعفيها زي ما قلنا ضاعفيها براحتك، حاجة ترجع لك. وكل ما هتيجي تحطي منها هترجي الازازة عشان كل التوابل تندمج مع بعضيها، عشان الزيت ما يركزش لفوق. مش حابة توم الفريش ممكن تحطي برضو توم بودرة. هنعمل كمان الطحينة، هنجيب الطحينة وهنفكها. طبعا برضو الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت نص برطمان من اللي هما الجاهزين صغيرين. هنفكها بشوية مية وعصير ليمون ومعلقة خل وطبعا ملح. فك حبة حبة كده لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وحطيت فيها كمان توم بودرة. حابة تحطي التوم فريش حطيه، حابة تحطي التوم البودرة حطيه. انا بحب في الطحينة صلصة الطحينة اللي هي حط فيها التوم البودرة. واقلبها كده وهنفكها حبة حبة لغاية ما نوصل للكمية اللي احنا عايزينها والقوام اللي هو الخفيف اللي هنحطها عليها. مرة بالفول، مرة بالطحينة، مرة بالدقة، طبعا براحتك. وهنعمل خلطات كتيرة للفول هنشوفها، هنزلها لك برضو عشان تعرفي تسخين الفول. ليه كل سحور بنكهة معينة عشان ما نزهقش، لان هو اساس في سفرة السحور. كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. برضو هحطها في ازازة او تحطيها في البرطمان ونحطها باب التلاجة، هيقعد الشهر كله معاكي جاهز. حطها كده، هحطها في حاجة ان انا اعرف احطها فيها في الازازة. سنة وانتم طيبين، يا رب اكون عطيتك افكار حلوة النهاردة تجربيها وتعجبك، ونجربتيها وعجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا الايام بخير وعليكم. استنيني في افكار كتيرة لرمضان. وكمان هنحط التوابل اللي احنا عملناها في اول الفيديو، راح احطها برضو في برطمان. لو حابة تعملي المقدار تاني او حابة تعملي بالدقة بس من غير الدقة وتسخني الفول بنفس التوابل دي هتبقى جميلة جدا. يبقى تغيير برضو طعم عن السائل لوحده. لكن مش حابة تحطي التوم، مش حابة تحطي ليمون، هتحطي دي والزيت، التوابل دي والزيت، هتبقى فكرة جميلة وطعم احلى. وكل سنة وانتم طيبين.